مساء الخير. دي الحلقة الأولى من كورس التسويق. في الكورس ده هنشرح التسويق الكلاسيكي من الألف للياء. الكورس ده مهم جدا 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 لو أنت عايز تبدأ في مجال الماركتينج أو الديجيتال ماركتينج، لأن من غير جزء التسويق الكلاسيكي أنت مش هتقدر تعمل أي حاجة في جزء الديجيتال أو جزء التسويق الإلكتروني، لأن جزء الديجيتال ماركتينج أو الإعلانات ما هي إلا أداة بنستخدمها عشان نطبق بيها التسويق أو علم التسويق، فلازم يكون عندك الخبرة والمعرفة الكافية بالتسويق بشكل عام عشان تقدر تتخصص في جزء الديجيتال أو جزء الإعلانات الممولة. في الكورس ده إحنا هنركز على التسويق الكلاسيكي بس، فيما بعد في كورس جاي ان شاء الله هركز فيه على الجزء الديجيتال، وكورس تاني للجزء الميديا باينج، وكورس تاني للتجاره الالكترونيه والدروب شيبنج. باذن الله الكورسات دي كلها هتكون في خلال الكام شهر الجايين دول، فيعني انا مش هتاخر في تنزيل فيديوهات، وباذن الله الكورس ده هيكون كافي ان هو ياخدك من نقطه الصفر لحد ما ينقلك لمرحله ان انت يكون عندك الوعي الكافي ان انت تبدا تشتغل في شركه او تفتح المشروع الخاص بيك، او حتى ممكن تشتغل في الدروب شيبنج او الافليت ماركت. فالكورس ده باذن الله يكون بدايه خير ليك وبدايه نجاح ليك في حياتك. الكورس ده مناسب للمبتدئين بس، لو انت شخص عندك معرفه بالتسويق او عندك خبره فمش هتلاقي هنا معلومه تفيدك، لان هو مخصص للمبتدئين ان هو ياخدهم من نقطه الصفر ينقلهم لمرحله تانية او مستوى متوسط. يا ريت لو انت ناوي تكمل الكورس فيا ريت تلتزم. فانت لو دخلت او بحثت عن الكورس ده فانت اكيد هتكون طالب او شخص مش شغال او شخص حابب يزود دخله، فباذن الله انا اوعدك ان انت لو كملت الاربع كورسات دول تقدر باذن الله تدخل اول فلوس من خلال التسويق او من خلال مجال الماركتنج او الميديا باينج. فتوكل على الله واعقد النية وباذن الله يكون بدايه خير ونجاح في حياتك. اول حاجه هنشرحها النهارده ايه هو التسويق. التسويق التعريف الحقيقي للتسويق بكل بساطه ان انت بتقدم منتج او خدمه بتقنع بيها العميل عشان يدفع لك فلوس. يعني انت بتكون بتقدم منتج او خدمه في المقابل العميل هيدفع لك فلوس مقابل المنتج او الخدمه دي. فانت من خلال علم التسويق المفروض ازاي هتقنع العميل ده ان هو يشتري المنتج او ياخد الخدمه بتاعتك، لان في ناس كتير جدا بتقدم نفس المنتج او نفس الخدمه. فعلم التسويق هو ان انت بقى ازاي تقنع الشخص ده ان هو يختارك انت وياخد المنتج بتاعك او ياخد الخدمه بتاعتك ويسيب المنافسين كلهم. واحنا يعني في النقطه دي انت المفروض هتقدم حاجتين غير المنافسين، يعني تقدم له خدمه كويسه او قيمه، يا تقدم له راحه. هو العميل بيدور على الحاجتين دول، فانت هتقنعه ان انت هتقدم له قيمه او راحه او حاجه تانية المنافسين مش هيقدموها. وازاي هتقدر توصل للعميل ده؟ فانت هتوصل له عن طريق الاعلانات المموله، وده اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في الجزء بتاع الديجيتال ماركتنج. في ناس كتير جدا بتتلخبط في مفهوم التسويق وفاكره ان الاعلان او البيع او نشر بوستات على التواصل الاجتماعي هو ده التسويق، ولكن التسويق اكبر من كده بكتير. الحاجات اللي انا قلتها دي هي دي مجرد ادوات بتساعدك في ان انت تطبق علم التسويق. التسويق ان انت يعني لسه هنشرح ان شاء الله بشكل متقدم في الفيديوهات الجايه ازاي اصلا تحلل العميل بتاعك، وازاي تكتب بوستات، وازاي تعمل له اعلان هو يشوف الاعلان ده يبقى عارف ان الاعلان ده يعني ياثر فيه، او ازاي ان الانسان طبعا لسه برضه هنشرح في الفيديوهات الجايه ان الانسان عنده احتياجات وانت المفروض بتكون بتلبي له الاحتياجات دي في الاعلان بتاعك او في المنتج بتاعك او في الخدمه بتاعتك. فاللي انا يعني حابب اوضحه ان الاعلان او البيع او عمليه البيع او مثلا ان انت تنشر بوستات او كده ده مش تسويق، ده جزء من عمليه التسويق، ان التسويق اصلا اكبر من كده بكتير. ففي مراحل كتير جدا بتكون قبل المرحله اللي هي بتاعه الاعلان او مرحله البيع او مرحله نشر البوستات، فده اللي احنا ان شاء الله هنتطرق له في اللي جاي. فالتسويق هنا هنحطه في 3 حاجات، هو خلق قيمه وتوصيلها وتبادلها. فالتسويق هنا هنحطه في 3 حاجات، هو ان انت تخلق قيمه وتتبادلها مع العملاء او يعني تعرف تبادلها مع العملاء. هتبادلها بايه؟ هتبادل القيمه دي بمقابل فلوس وتوصلها لهم. طب نيجي لاول نقطه اللي هي خلق قيمه. دلوقتي انت البراند بتاعك ده اصلا يعني في مثلا انت هنقول على سبيل المثال انت بتقدم مثلا بتبيع لبس، في براندات كتير جدا 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 بتقدم نفس المنتج او نفس الخدمه بتاعتك. فانت ايه القيمه اللي انت هتقدمها؟ يعني ايه القيمه اللي انت هتقدمها في السوق بتاعك بحيث ان العميل يختارك انت ويسيب باقي المنافسين؟ القيمه هنا ممكن تكون سعر، ان انت يكون مثلا سعرك قليل عن باقي العملاء او عفوا باقي المنافسين، او مثلا ممكن تكون انت بتقدم كواليتي او جوده احسن من المنافسين، او ممكن مثلا تكون بتقدم خدمه عملاء. دي كلها يعني امثله للقيمه. انت المفروض تشوف حاجه وتتخصص فيها بحيث ان انت تكون بتقدم فعلا قيمه للعميل. طب هتبادل القيمه دي مع العميل في ايه؟ المفروض انت بتبادل القيمه دي مع العميل مقابل فلوس. تمام؟ انت يعني العميل اكيد هيجي يشتري منك المنتج او الخدمه فانا اديك مقابلها فلوس، بس هو العميل مش عايز يدفع فلوس في اي حاجه، هو عايز مقابل الفلوس دي عايز قيمه وجوده، فبالتالي انت لازم تكون بتقدم ده. طب انت بقى ازاي؟ دي بقى النقطه المهمه جدا اللي احنا نبدا بقى نستخدم فيها علم التسويق فعلا. انت ازاي بقى هتوصل القيمه بتاعتك او الجوده بتاعتك دي توصلها للعميل المناسب؟ يعني انا مثلا هنقول ان انا ببيع هدوم السعر مثلا قميص 1000 جنيه. انا لو وصلت لو عملت الاعلان بتاعي لاي حد، انا لو عملت الاعلان بتاعي مثلا وديته لطبقه
فقيره ممكن ما يشتريش 1000، يعني مش هيشتري، ما عندوش القدره الشرائيه ان هو يشتري قميص ب 1000 جنيه. فبالتالي انت الاعلان بتاعك غلط، انت رايح لفئه مش صح. في ناس فعلا عندها القدره الماليه والقدره الشرائيه ان هم يشتروا قميص ب 1000 جنيه. طب القدره دي الناس دي، فالناس دي انت لازم توصل لها بالاعلان المناسب والرساله المناسبه والعرض المناسب عشان خاطر يشتروا منك. فانت عشان تقدر توصل للناس اللي هي تشتري منك المنتج او الخدمه بتاعتك اللي هي سعرها غالي او مثلا او حتى سعرها متوسط او حتى سعرها قليل، انت مثلا لو رحت بالاعلان بتاعك نقول مثلا انت بتبيع قميص بقى مثلا ب 300 جنيه، وانت لو رحت بالاعلان ده لناس المستوى المادي بتاعهم قليل، عفوا المستوى المادي بتاعهم عالي، ورحت لهم بالاعلان اللي هو انت بتبيع قميص ب 300 جنيه، غالبا مش هيشتروا منك. هتقول ليه؟ ده حتى القميص سعره رخيص، بس هم شايفين ان انت بتبيع يعني جوده قليله. وحتى دايما في التسويق بيقول لك انت ما ينفعش تبيع لكل الناس، انت ما ينفعش تسوق وتعمل اعلان وتبيع لكل الناس، انت لازم تحدد بالظبط مين جمهورك، مين الشخص اللي انت عايزه يشتري منك، مين الفئه المستهدفه اللي انت عايزها تشتري منك. وطبعا ده احنا هنشرحه في برضه في الفيديوهات الجايه ازاي تحدد بالظبط الفئه او الباير بيرسونا اللي احنا بنسميها باير بيرسونا. واحنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشرح ازاي بالظبط تجيب العميل المناسب بتاعك وتوجه له الرساله المناسبه عشان خاطر يقدر يشتري منك. وطبعا انت عشان تحدد العميل المناسب بتاعك لازم حرفيا تكون تدرس الشخص ده بيعمل ايه، بيصحى الصبح يعمل ايه، بيروح فين، بيقضي اغلب وقته بيعمل ايه المخاوف بتاعته، ايه الاعتراضات بتاعته. لازم تدرس كل ده عشان خاطر تقدر توصل بالرساله المناسبه والمنتج المناسب للعميل ده عشان يشتري منك. ان انت زي ما قلت قبل كده ان انت لو هتسوق وتبيع لكل الناس فانت حرفيا مش هتبيع، لان مش كل الناس هتشتري منك. فالنقطه دي اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هو انت لازم تخلق قيمه، لازم توصل القيمه دي بالطريقه المناسبه للعميل، وطبعا انت هتبادل القيمه دي للعميل مقابل الفلوس. طب هنا في 4 نقط عايزين نتكلم فيهم. اول حاجه التسويق. طبعا احنا قلنا التسويق اللي انت عندك تسويق زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت بيكون عندك منتج او خدمه وعايز توصلها للعميل المناسب بتاعك عشان خاطر تتبادل القيمه معاه، انت هتقدم له الخدمه او المنتج وهو يديك فلوس. طب الاعلان بقى هو جزء من التسويق. انت طبعا مش هتقدر تعمل يعني مش هتقدر تطبق علم التسويق نفسه من غير الاعلانات. الاعلانات موجوده من قبل ما حتى يبقى في سوشيال ميديا. من زمان بيحطوا الاعلانات على الجرايد وعلى التلفزيون وعلى في لوحات اعلانيه كده بقى موجوده في الشارع، فكانوا بيحطوا عليها اعلانات. فهو الاعلان جزء من علم التسويق. البيع بقى يعني عمليه البيع هي بتكون بعد الاعلان، بعد ما الاعلان بتاعك بيجيب عملاء، فانت هنا دور السيلز او دور مثلا حضرتك ان انت تبيع لهم الكلام، تبيع لهم المنتج او الخدمه بتاعتك. يعني انت لو جبت ناس كتير جدا وانت ما عندكش سيلز او ما عندكش حد بيعرف يبيع، فبالتالي الناس دي مش هتشتري منك، فانت كده خسرت فلوس الاعلانات وجيت وقعت في نقطه يعني اللي هي نقطه البيع. العلامه التجاريه بقى اللي هي البراند، دي اهم حاجه ان انت لو ما عندكش براند، ما عندكش هويه، ما عندكش قيمه، فالناس بالتالي زي ما انا قلت قبل كده في منافسين كتير جدا، فالناس هتشتري منك. يعني دايما بيضربوا مثال بابل هي المثال بالظبط للعلامه التجاريه او البراند. ابل بتبيع تليفونات غاليه، يعني في عندك سامسونج وعندك شاومي وعندك شركات كتير جدا بتقدم موبايلات بسعر ارخص من ابل. طب ليه الناس بتشتري ابل؟ بتشتري ابل عشان الجوده بتاعتها وعشان القيمه. هو ما بيمسك ايفون بيحس ان هو مثلا احسن من باقي الناس او كده، فهو يعني هي دي النقطه اللي بتخلي الناس تدفع فلوس اكتر في تليفون زي الايفون، مع ان قدامهم خيارات ثانيه زي السامسونج والشاومي والتليفونات دي كلها، بس هو لا بيفضل ده. فانت دايما يعني حاول ان انت دايما تحاول تعمل براند، وده برضه احنا هنشرحه ازاي في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. هنا احنا شرحنا الكلام ده زي ما اديتك مثال بابل، وقلت لك ان الاعلان هو جزء من علم التسويق. الجزء اللي بعده هو ليه اصلا التسويق موجود. بيقول لك ان التسويق اصلا مبني بشكل عام على حل المشكله. انت لا يعني بتشوف عند العميل ايه المشكله الموجوده عنده وتبدا تحلها زي ما قلنا بالمنتج بالخدمه اللي انت بتقدمهم. فالعميل اصلا بيقول لك ان العميل ما بيشتريش المنتج، هو بيشتري حل للمشكله بتاعته. يعني على سبيل المثال على بدايه دخول الشتاء كده بيبقى في منتج بيبقى يعني بيتباع بشكل رهيب، هو الغطا بتاع التكييف. فبشوف اعلانات كتير جدا للمنتج ده بيقول لك مثلا ايه الحق التكييف بتاعك قبل ما يصدي واشتري الغطا بتاع التكييف ده، لانه طبعا في الشتاء في نطره وممكن اللوحه الخارجيه بتاع التكييف تصدي. فهو هنا ما بيبيعلكش المنتج. يعني انت لو ما باعلك، هو قال لك هنا وضح لك ان في مشكله ان التكييف بتاعك هيصدي، والتكييف ده سعره غالي مثلا يوصل ل 30000 جنيه، فهو بيبيع لك منتج ب 200 جنيه هيحل لك مشكله ب 30000 جنيه. التكييف لو اللوحه الخارجيه بتاعتك صدت فدي مشكله، فهو هنا باع لك حل للمشكله. فهو التسويق اصلا مبني بشكل عام على حل المشكلات. بيكون في مشكله وهو بيبيع لك منتج او خدمه لحل المشكله دي. بيقول لك قبل ما تفتح شركه او قبل ما تفتح اي مشروع لازم تكون اصلا دارس السوق، دارس ايه المشاكل اللي في السوق. طب ايه المنافسين بيحلوا ايه المشاكل الموجوده وايه المشاكل اللي هم ما حلوهاش او ايه النقط اللي وقع منهم، ان هي دي هتكون نقاط القوه بتاعتك ان انت تتميز في السوق. بيقول لك دايما ان انت لازم تكون فاهم زي ما قلنا قبل كده، لازم تكون فاهم العميل بتاعك بالظبط، زي ما احنا هنشرح برضه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لازم تكون فاهم العميل بتاعك بالظبط، ايه هي الاعتراضات اللي عنده، ايه هي المشاكل اللي عنده، ايه هي المخاوف اللي عنده، ايه الحاجات اللي هو خايف منها
منها ومش لاقيها. لازم انت تكون فاهم كل ده عشان تعرف تبيع للعميل بتاعك. مثلا بيقول لك بيديك مثال بشركه اوبر، بيقول لك شركه اوبر ايه كانت هي شركه اوبر ما عملتش حاجه جديده، هي كان في مشكله. ايه هي المشكله اللي لقيتها؟ ان الناس ما بتثقش في التكوسه، في بنات طبعا بتخاف تركب التاكسي لوحدها، ما عندهمش معلومات عن السواق مين ده، وكمان الفرق بين يعني الاجره مش موحده او كده. فهم عملوا الفكره اللي هي بتاعه تطبيق اوبر دي، ان هم يربطوا السواقين بالعملاء بتسعيره محدده، يعني مثلا حاسبين الكيلو بسعر معين على كل الابلكيشن. فبالتالي هم حلوا كذا مشكله، حلوا مشكله الامان، ان انت هتبقى راكب مع سواق انت عارف مين ده وعارف يعني عارف نمره عربيته وكده، ممكن البنت مثلا تشير اللوكيشن مع اي حد تبعها. وحلوا كمان مشكله الاجره، حلوا كذا مشكله. فهي هنا بيوريك الفكره ان انت مش لازم حتى تبدا شركه من الصفر، انت ممكن تشوف ايه المشكلات الموجوده. زي مثلا شركه طلبات كانت ايه، ان مثلا لقيت ان في بعض السوبر ماركت او في بعض المحلات او في بعض المطاعم ما عندهاش ديليفري، ما عندهاش خدمه الدليفري. فبالتالي هم عملوا شركه للدليفري بس تربط المطاعم دي بالعميل، وهم يكونوا وسيط بياخدوا جزء او نسبه او ربح. فده بيزنس موديل بيوريك ان مش لازم انت تبدا يعني شركه من الصفر خالص، لا انت ممكن تشوف الشركات الموجوده ايه النقطه اللي هي ما بتقدمهاش او ايه الحاجات اللي واقعه منهم، وانت تبدا مشروع او شركه بناء على الحاجات دي تحل المشكله دي. بس اهم حاجه لازم تكون عارف في التسويق ان التسويق عمليه مستمره، يعني ما ينفعش انت خلاص عملت مثلا اعلان جالك عملاء اشتروا منك ان انت خلاص بقى كده خلاص يعني انت تنسى العملاء دي وتبدا تفضل في دايره ان انت دايما بتدور على عملاء جديد تيجي تشتري منك، مع ان ده اكبر غلط. انت المفروض انت دفعت فلوس، يعني مثلا انت ده كان برضه هندرسه في الجزء ان شاء الله ديجيتال. انت دلوقتي مثلا صرفت، هنقول ان انت بتبيع مثلا تيشيرت، جالك عميل اشترى منك، صرفت 30 جنيه اعلانات عشان العميل ده يجي يشتري منك. انت ما ينفعش على نفس العميل ده تفضل تصرف تاني 30 جنيه عشان يجي العميل ده يشتري منك. انت المفروض صرفت دفعت عليه مره واحده فلوس، فانت المفروض العميل ده انت معاك البيانات بتاعته، المفروض تعيد استهدافه تاني. وده برضه ما تقلقش من حاجه هنشرحه في الجزء الديجيتال ان شاء الله. طب عشان العميل ده يشتري منك مره واثنين وثلاثه لازم انت تكون بتقدم له حاجه، يعني لازم يكون المنتج بتاعك كويس، عندك خدمه ما بعد البيع، عندك توصيل كويس، عندك كل حاجه كويسه. ان العميل ده لو جه اشترى منك مره واحده بس وما اشتراش منك تاني انت كده بتخسر، انت هتضطر تصرف 30 جنيه او زي ما احنا قلنا في مثال 30 جنيه، هتفضل تصرف 30 جنيه على كل عميل يجي لك، بس هو طبعا ما بيبقاش 30 جنيه، اكتر من كده بكتير. فانت تخيل تفضل في الدايره دي ان انت كل ما عشان تجيب عميل جديد تصرف 30 جنيه تصرف 30 جنيه تصرف 30 جنيه. فاحنا لما بنيجي بنقيس نجاح اي حمله اعلانيه او بنقيس نجاح اي حاجه بنقيسها باللايف تايم فاليو. يعني ايه لايف تايم فاليو؟ يعني مثلا دفعت 30 جنيه على العميل ده، هنقول ان في العميل ده اول ما جه اشترى مني اول تيشيرت مثلا كان مكسبي صفر، ان احنا في نقطه تعادل، يعني مثلا ما فيش مكسب، انا مكسبي اصلا 30 جنيه انا دفعتها في الاعلانات فما فيش مكسب. طب ما يجي يشتري مني المره الجايه كده بقى مكسبي 30 جنيه، طب جه يشتري مني المره اللي بعدها يبقى كان مكسبي 60 جنيه. فانت لازم تقيس اللايف تايم فاليو بتاعت العميل، يعني العميل ده هيشتري منك كام مره بعد ما انت تدفع فلوس الاعلان او تجيبه تدفع تكلفته. وده اللي بيقوم البراندات، يعني مثلا شركات زي اديداس ونايكي وكده دول مش بيحتاجوا يصرفوا على نفس العميل اكتر كل شويه فلوس، لا هو العميل ده بيكون عنده اصلا ولاء ليهم، فهو مثلا صرفوا عليه مره في الاعلان فهو بيفضل يشتري منهم على طول، ان هو عجبته منتجاتهم، عجبته خدمه ما بعد البيع، عجبته الجوده، عجبته ده كله. فانت لازم تركز ان انت تهتم فانت لازم تركز ان انت تعمل اعاده استهداف للعملاء بتوعك، لازم تكون موفر لهم كل حاجه، يعني كل حاجه تكون كويسه بحيث ان العميل ده لو اشترى منك مره يكرر تجربه الشراء تاني. احنا حتى كناس شغالين في التسويق اما بنيجي نقيس نجاح اي براند بنقيس نجاحه ان احنا لما بنقفل الاعلانات بنشوف عدد العملاء اللي بتيجي تشتري منه اورجانيك من غير اي اعلانات. لو في عدد عملاء كبير بيجي يشتري منه اورجانيك من غير اي اعلانات اعرف ان البراند ده ناجح، لانه قدر يحافظ على ولاء العملاء ليه. في الوقت اللي احنا فيه حاليا فاغلب التسويق بيكون ديجيتال، وده ميزه كويسه جدا. ليه؟ لان انت زمان لو كنت مثلا في التسويق التقليدي اللي هو زمان بقى كنا مثلا اعلانات بتتعرض على التلفزيون، وكانت الاعلانات بتتعرض مثلا في بورد على الشارع، وكان في ناس بتوزع مثلا اللي هو الورق المنشورات ده اللي هو بيوزعه لك. فده كله انت ما كنتش تقدر تقيس بالظبط كم عميل مهتم بالمنتج بتاعك، كم عميل مثلا تردد في اخر لحظه، طب تردد ليه، طب ايه المشكله عندك، ما كنتش تقدر تحدد ده كله. انت كانت يعني ما كنتش عارف تقيس ده، ما كنتش عارف تقيس كمان كم واحد من اللي شافوا الورقه دول جم اشتروا منك. ان ممكن يكون واحد معدي في الشارع مثلا شاف المحل بتاعك ما شافش الورقه دي اصلا ولا جاله الاعلان ده وجه كده اشترى منك، فانت بالتالي انت مش عارف تقيس كل ده. واهم حاجه في التسويق ان انت تعمل داتا اناليسيس كويس، لازم يكون عندك يعني لازم تكون عارف كل نقطه كل حاجه بالظبط، كل اداه كل مترك في المنصه الاعلانيه او في الداتا بشكل عموما. فانت زمان ما كنتش تقدر تقيس اي حاجه من ده، لكن حاليا في طبعا ادوات كتير جدا، في ماتريكس كتير جدا تقدر تقيس منها كل حاجه تخص العميل من اول ما يشوف الاعلان بتاعك لحد ما يبدا يخش على الموقع او الويب سايت بتاعك ويبدا يشتري. فبالتالي دي ميزه كويسه جدا، جدا جدا. ونقطه كمان حابه يعني انوهها ان اهم حاجه في التسويق هي الارقام، اهم حاجه هي الارقام. لو انت مش هتعرف تقرا ارقام كويس فانت مستحيل تنجح في التسويق، لان التسويق كله ارقام.
الارقام، لازم تعرف كمان تاخد قرارات بناء على الارقام دي، وده طبعا هنشرحه ان شاء الله ما تقلقش في الفيديوهات الجايه. فالخلاصه هو التسويق هو اهم حاجه، اهم جزء في البيزنس، في اي بيزنس، في اي مشروع، في اي شركه. التسويق هو اهم جزء. في شركات كبيره جدا 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 واقعه بسبب جزء التسويق، انهم مش عارفين يهتموا بالتسويق كويس. حابب اتكلم في نقطه مهمه، ان مفيش اي منتج في الدنيا مهما كانت صناعتك، مهما كنت بتصنع ايه، مهما كنت الخدمه اللي بتقدمها، ملهاش زباين. كل اي منتج، اي خدمه، اي حاجه موجوده في الدنيا ليها زباين وليها الناس اللي هم مهتمين بالمجال ده او بالخدمه دي، ولكن انت الطريقه، يعني انت الوسيله بتاعتك ان انت ازاي توصل للناس دي، هو ده الجزء. لو انت عرفت توصل للناس دي فانت تتاكد ان انت منتجك او خدمتك او اي حاجه انت بتقدمها هتتباع. فالخلاصه ان التسويق مهم جدا جدا جدا، هو اهم جزء في اي شركه او اي مشروع او اي براند او اي حاجه في الدنيا فيها تسويق. حتى في السوق كمان الناس يعني حتى مثلا في الشارع في التعاملات العاديه هتلاقي الناس بتسوق نفسها. الناس اللي بتبيع خضار بتلاقيها بتنده مثلا او حاطه يافطه ان مثلا الطماطم بسعر كذا، الخضار بسعر كذا. مثلا الشخص اللي بيبيع منتج، مثلا لو بيبيع تيشيرتات واقف في الشارع بيبيع تيشيرتات مثلا هتلاقيه بينده، فده كله تسويق. فانت لو تخيل انت لو هو ما بيعملش كده او ما بيندهش او ما بيتكلمش، نسبه المبيعات عنده هتقل. ليه؟ لان شوف بقى كام مثلا مين بقى ممكن يعدي من الناس من وسط 100 واحد، مين هيلفت نظره مثلا التيشيرت او هيلفت نظره المنتج اللي هو بيبيعه. فبالتالي التسويق مهم جدا جدا جدا. فبالتالي التسويق مهم جدا جدا جدا. فرص عمله موجوده. اي شركه تتمنى شخص صح يكون فاهم التسويق، يكون فاهم ازاي يحلل الارقام، ازاي ياخد قرارات بناء على الارقام دي. فما تقلقش، ان شاء الله الكورس ده هيكون بدايه تغيير في حياتك. فما تقلقش باذن الله الكورس ده هيكون بدايه تغيير في حياتك ان شاء الله. تخلص الكورسات دي اللي هو كورس التسويق وكورس الديجيتال ماركتنج والميديا باينج، وباذن الله هتلاقي وظيفه في اقرب وقت ممكن، او ممكن حتى تبدا تشتغل في الدروب شيبنج او في التجاره الالكترونيه. انا كارلوس، اشوفكم في السيشن الجايه. سلام.